شهدت كرة القدم الجزائرية في عام 2024 مزيجا من النجاحات والإخفاقات. المنتخب الجزائري عاش مرحلتين مختلفتين مع المدرب السابق جمال بالماضي والمدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش. أما على صعيد الأندية فيظل حلم التتويج القاري يرافق الفرق الجزائرية التي تبحث عن تأكيد مطلع العام الجديد. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا حسين بوصالح من الجزائر. شهد عام 2024 العديد من الأحداث البارزة في كرة القدم الجزائرية، حيث تباينت النتائج بين النجاحات والإخفاقات، حيث بدأ المنتخب الجزائري العام بخيبة أمل كبيرة في نهائيات كأس إفريقيا في كوت ديفوار بعد إقصائه من الدور الأول للمرة الثانية تواليا، ما عجل برحيل المدرب جمال بالماضي وتعيين خلفه السويسري فلاديمير بيتكوفيتش الذي نجح في ضمان التأهل لنهائيات كأس إفريقيا في المغرب في انتظار التأكيد في العام الجديد. تغيرت سياسة الفريق الوطني وتغيرت كذلك طريقة اللعب مع الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش اللي وراء كل صغيرة وكبيرة خاصة في التفاصيل الصغيرة جدا. أقول أنه لحد الآن المنتخب الوطني وبعد الخسارة في تصفية كأس العالم أمام غينيا الاستوائية وبالأحرى في عقر دارنا، كانت هناك مراجعة لعدة حسابات للناخب الوطني وكذلك من خطة ومردود بعض اللاعبين. أكيد أن المنتخب الوطني اليوم مطالب بتأكيد هذه النتائج في 2025. على مستوى الأندية شهد عام 2024 عودة مولودية الجزائر إلى منصة التتويج بعد غياب طويل، حيث توج بلقب الدوري الجزائري بقيادة مدربه الفرنسي الأسبق باتريس بوميل، إنجاز أهله للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا رفقة شباب بلوزداد. أما النادي الرياضي القسنطيني واتحاد الجزائر فشارك في مسابقة كأس الكاف، وتتطلع جماهير هذه الفرق لتحقيق إنجاز قوي مطلع السنة الجديدة. من دون شك عودة مولودية الجزائر إلى الساحة الوطنية والقارية دليل على يعني قدرة هذا الفريق في التكيف مع المتطلبات الكبيرة لمشجعيه وأنصاره الكثيرين. يعني فريق مولودية الجزائر وجد من أجل التنافس على الألقاب، وهذا ما يبدو عليه الآن. يعني بعدما حقق البطولة في الموسم الماضي، أعتقد أنه سيحاول الدفاع بكل قوة عن هذا اللقب في الموسم الحالي، موسم 2024-2025. بالنسبة لشباب بلوزداد يبدو أنه أكثر خبرة يعني مقارنة ببقية الأندية الجزائرية بلعبه بمشاركته للمرة الخامسة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا. هو وصيف بطل الدوري الجزائري حامل لقب كأس الجزائر. أعتقد أنها يعني إنجازات مهمة وكبيرة لهذا الفريق. سيحاول مرة أخرى التأكيد على أنه لديه الإمكانيات للحفاظ على الأقل على الإنجازات التي حققها. النجاحات الفردية للاعبين الجزائريين في الدوريات العالمية أضافت بريقا خاصا لهذا العام، وأكدت أن هذه الطاقات والإمكانيات بإمكانها أن تظهر إنجازات مطلع السنة الجديدة، خصوصا مع التحديات الكثيرة أبرزها التأهل لكأس العالم. حسين بوصالح، بي سبورتس، الجزائر.